محمود أمين سليمان، سفاح القرن العشرين المشهور بالسفاح المثقف. محمود أمين سليمان شخصية مش هتتكرر مرتين في التاريخ، حرامي بدرجة مثقف، وقاتل بدرجة سفاح. الصبح قاعد مع عبد الحليم حافظ ومأمون الشناوي، وبالليل بيسرق فيلا أم كلثوم وأمير الشعراء أحمد شوقي. محمود أمين سليمان من أكبر السفاحين اللي شافتهم مصر، ودايما أغلب السفاحين مثقفين، ومن غرابة جرايمه وحجمها بقى أسطورة بتحكي عنها الجرايد والمجلات وقتها. سرق منصب وبقى يتقال له يا دكتور، لكن الغريب إنه سرق اسم، وهنستغرب طبعا يعني إيه سرق اسم. الحقيقة إنه في فترة من الفترات خلى اسمه محمود أمين العالم على اسم المفكر الكبير دكتور محمود أمين العالم. طيب مين محمود ده وحكايته إيه؟ تعالوا نتعرف على محمود ونشوف حكايته إيه. بس أنا هكون مبسوطة منكم لو فعلتوا الجرس وعملتوا اشتراك ولايك وشير علشان يحصل بيني وبينكم تواصل. بتبدأ القصة لشاب طموح من صعيد مصر اسمه أمين سليمان، اللي هو والد السفاح. أمين سليمان كان عايش في الصعيد، وبالتحديد في مركز أبو طشت محافظة قنا. وقرر أمين سليمان أنه يهاجر من الصعيد إلى لبنان سنة 1920 من أجل البحث عن مصدر رزق جديد. وعاش في لبنان واستقر في طرابلس، وأسس شركة صغيرة لشحن البضائع، وهناك اتجوز وخلف 5 بنات و3 ولاد، منهم محمود السفاح. في الحقيقة أمين سليمان علم ولاده في مدارس راقية جدا في لبنان، لكن محمود ما كانش بيضيع وقت. ابتدى سرقة وهو عنده 7 سنين لما سرق 4 ثمرات من الخيار، لكن والدته عاقبته علشان ما يعملش كده تاني. لكن للأسف كررها تاني لما سرق 4 بنادق من مخزن أسلحة تابع لمعسكر الجيش البريطاني اللي كان محتل لبنان وقتها، وتم القبض عليه وهو عنده 9 سنين لما انضم لعصابة متخصصة في سرقة منازل الأثرياء. خلي بالك محمود كان عنده مبدأ، كان بيسرق الأغنياء بس، لا صاحب مبدأ يا محمود. وكان دوره في العصابة بيتسلق الأسوار العالية لرشاقته وخفة وزنه، ولكن الشرطة سلمته لوالده لصغر سنه. محمود يبطل؟ لا، ده بدأ يطور من نشاطه الإجرامي. ليه كده بس يا محمود؟ تخيل عمل إيه لما وصل لسن الشباب. اشترك مع عصابة في سرقة منزل الرئيس اللبناني السابق كميل شمعون، وقتلوا أحد الحراس، وهنا اتقبض على محمود واتحبس. بعدها حس والد محمود بالخوف على مستقبل الأسرة، فصفى أعماله ورجع بلده في الصعيد. وقدر محمود يهرب بعد كده من سجون لبنان، وده لبراعته في التخفي والهروب. وبعد رجوعه مصر توفى والد محمود، وقام محمود ببيع نصيبه من أملاك والده واتجه إلى الإسكندرية. بيعيش محمود في اسكندرية وبيصرف ببذخ، ويتعرف على 2 من الصحفيين، وبيقوم بتأسيس دار نشر وهمية، وأصحابه الصحفيين ساعدوه على كده، وكانوا بيقدموه للصحفيين والفنانين على إنه الدكتور محمود أمين الدكتور الجامعي السابق. ومن خلال دار النشر دي دخل محمود عالم الفن والسياسة من أوسع أبوابهم، وتعرف وقتها على عمالقة الفن منهم عبد الحليم حافظ والشاعر كامل الشناوي، وكان مشهور بينهم بأنه مثقف ومرموق، وكان بيقدر يمارس نشاطه الإجرامي من غير ما حد يشك فيه. كان بيقعد الصبح مع عبد الحليم حافظ ومأمون الشناوي، وبالليل بيخطط ازاي يسرق فيلا أم كلثوم، لأنه دخل بيوت الفنانين ودارس الموضوع كويس. وفعلا سرق منزل أمير الشعراء أحمد شوقي، وسرق من بيته تمثال النحلة الذهبية اللي كانت هدية من أمير البحرين بمناسبة حصوله على لقب أمير الشعراء. وبعد ما سرق منزل أحمد شوقي أمير الشعراء، خد أول قطر وسافر على اسكندرية، وهناك سرق فيلا سباهي باشا وفيلا المليونير الشهير بوليفار صاحب مصانع الغزل والنسيج وفيلا مدير شركة الملاحة. وكان بيسرق المشاهير والأغنياء بس. ومع إن أماكن سكن الشريحة الغنية دي بيبقى عليها حراسة وكلاب، لكن كان بيطلع منها زي الشعرة من العجينة، ومكانش حد بيقدر يمسكه لبراءته في التنقل والهروب. وكان البعض شايفه مجرم والبعض شايفه مظلوم، لأنه كان بيسرق الأغنياء ويدي للفقراء زي روبن هود. لا حنين يا محمود. وحاول يسرق فيلا أم كلثوم، لكن الحراس شافوه وعمل نفسه جاي يشوف الخدامة اللي بيحبها، وبرضه طلع منها زي الشعرة من العجينة. ومن وقتها
بدأوا يشكوا فيه. بعد كده قتل عمدة أليوب وسرق محفظته، وقتل عمدة بني مزار في الصعيد، وسرق فيلا عبد الحليم حافظ، وتحول محمود أمين لأسطورة. وبكده بقى مطلوب سياسيا وقانونيا علشان صورة الدولة ما تتهزش، وهو ده اللي شغل الرأي العام المصري وأخد تركيز الصحافة واهتمامها. ورغم تشكيل مجموعة أمنية للقبض عليه، إلا إنه محدش قدر يمسكه لبراعته في الهروب والتخفي، وكان ساعات بيلبس واحدة ست. وعاش المصريين في خوف ورعب. وفي إبريل سنة 1960 نشرت الصحف المصرية خبر إن تم وضع مكافأة مالية قدرها 1000 جنيه لمن يساعد في القبض على محمود أمين، وكان ده رقم خيالي وقتها. ومحمود كان له علاقات نسائية متعددة، واتجوز أول مرة واحدة اسمها عواطف، لكنه اكتشف إنها ليست عذراء فطلقها. بعد كده قابل نوال حب عمره، حبها واتجوزها، واشتغل أخو نوال معاه في السرقة. وفي يوم اختلفوا مع بعض، فبلغ عنه أخو نوال واتقبض على محمود، وكان متهم في 58 قضية سرقة. ومحمود قال إن أخو نوال شريكه في كل حاجة، فاتقبض على أخو نوال كمان واتحبسوا هما الاتنين. وكان محمود أمين له صديق محامي اسمه بدر الدين أيوب، كان بيترافع عنه في قضايا السرقة، ونوال كانت بتزوره في السجن كل يوم. لكن مدة حبس محمود طالت وميعاد الجلسة بيتأجل. وبعدين جاله خبر في السجن إن محاميه بيتعمد التأجيل بحجج واهية علشان تطول فترة الحبس، لأنه على علاقة بمراته نوال. فبقى محمود مش طايق يقعد في السجن، وقرر يهرب علشان ينتقم من مراته وعشقها. وفعلا هرب محمود من السجن، وكانت خطته إنه يبلع دبابيس ويتنقل للمستشفى لإسعافه، وينجح في الهروب من المستشفى وأسرع لمنزل زوجته في اسكندرية، وكان معاه طبنجة وضرب عليها نار، لكن أختها هي اللي اتصابت. وطلع محمود على منزل المحامي بدر الدين أيوب ومش هيلاقيه، فبيروح لواحد من معارف المحامي علشان يدله على مكان المحامي، لكن الراجل قعد يماطل محمود لغاية لما يتصل بالبوليس. لكن محمود فهم وضرب عليه نار، وهو بيهرب قتل 2 من العمال اللي شغالين في المنزل. وبكده بقى محمود أشهر سفاح في مصر، وبقت الجرايد والمجلات تكتب عنه يوميا، لدرجة إنه في يوم ما قتلش حد، فكتبت الجرايد السفاح كان في أجازة أمس. وتحول اسم محمود أمين سليمان لأسطورة. ومرة كان معدي جنب سور مستشفى معمول جنبه كمين، فلما شاف محمود إنه دخل الكمين وإن البوليس اتعرف عليه، راح ناطط فوق سور المستشفى ودخل المستشفى، ونط من السور اللي بيطل على الشارع التاني، وفلت من البوليس وراح على حلوان، ولقى هناك كمين تاني. وفجأة ظهر قصاده بياع لبن، فأجبره على تغيير هدومه، وأخد محمود هدوم بياع اللبن ولبسها وفلت من البوليس مرة تانية. هدوم محمود كانت سبب نهايته. بعد ما أخد هدوم بياع اللبن بالعافية وهرب ورمى هدومه، البوليس لقى هدوم محمود وشممها للكلاب البوليسية. تبعت الكلاب أثره لغاية لما لقوه مستخبي في مغارة في حلوان. البوليس حاصر المغارة وتم تبادل ضرب النار مع محمود، لغاية لما محمود حس إن خلاص نهايته قربت، فضرب نفسه بآخر عيار في طبنجته ومات. البوليس اقتحم المغارة وهو بيضرب النار، وده خلى محمود يطلع مشوه في الصور اللي انتشرت في الجرايد وقتها، واتكتب منشط عريض في الجرايد: مصرع السفاح. اتحولت حكاية محمود لرواية كتبها الأديب المصري نجيب محفوظ، وهي رواية اللص والكلاب.